ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. شكرا على التفاعل الحلو بتاعكم. بجد والله ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. تعالى اقولك يا قلب اختك، لو حماتك مضايقاكي او مزهقاكي في عيشتك او جبروت زي ما يقولوا، تعملي ايه؟ تعالى اقولك امسكيها رنيها علقة، موتيها من الضرب. اقولك لو عندك كده حد من اخواتك ولا ناس عافية كده، هاتيها ودب دب دب دب. بصي، هتصوم وتصلي، هتحرم تيجي يمتك تاني. هتبصي هتفكر كده 1000 مليون مرة قبل ما تبصلك، بس مش تزعلك أو تضايقك أو تحس إن هي تعمل جبروت عليكي. لا والله، هتفكر 1000000 مرة. بس تعالى أقولك كده شوية حاجات كده بالراحة كده بيني وبينك كده، وتفهميهم أنا وإنتي واحدة واحدة. تمام؟ بصي يا قلب أختك، الست مهما كانت جبروتها، سبحان الله ميزها ربنا، عندها نقطة ضعف معينة كده. أي ست في الدنيا والله في ناس طباعهم يعني، ربنا سبحان الله ما خلقناش كلنا كاملين. في واحدة بتخش تلاقي حماتها نكدية، غاوية نكد وغاوية وش وطول الوقت بتحب تنكد في البيت، وقلبة طاقة البيت طاقة سلبية وما يعلم بيها إلا ربنا. وفي واحدة حماتها بخيلة، وسبحان الله بتبقى مضطرة إن هي تعيش معاها، عشان ما تجيش من أول ما تدخل تقولك ده خدت ابني مني وده أنا ربيت. زي على رأي ستي زمان تقولك يا رب الخايبة للغايبة والكلام بتاع الستات حريم زمان ده. ف وفي واحدة سبحان الله تحس إن هي يعني أيًا كانت طباعها إيه، والله والله أيًا كانت طباعها إيه، لو نار كده داخلة فيها صدقيني الكلمة الحلوة هتخلّيها تلين. يا ستي لو ما خدتيش أجرِك منها من الكلمة الحلوة بتاعتِك هتاخديه من ربنا، والله وربنا هيقعّده لِك في ولادِك وفي بيتِك وفي عيشتِك وكل حاجة في حياتِك، أيًا كانت هي سيئة معاكِ قد إيه. اعتبريها والدتِك، اعتبريها أمِّك، اعتبريها ناس عزيزة عليكِ. هتتخانقي معاهم وكمان شوية هترجعي تصالحيها. هتتخانقي معاها بس مش هتشيلي منها. مفيش حاجة اسمها حماتي، مفيش حاجة اسمها دي أم جوزي تبقى حماتي، دي أمي التانية. زي ما انت بتعدي لأمك كده غلطات وبتعدلها خناقات، وكمان شوية بتنكشوا ببعض وترجعوا تتكلموا، كل شوية بتتزربنوا مع بعض وبتمشي وتسيبيها بصي هي عامليها نفس المعاملة. ما تحطيش حاجة ودايما راضيها، كل حاجة في ايدك راضيها منها. الحاجة اللي ما شافتهاش والحاجة اللي شافت زي ما بتعملي مع أمِك. شوفي أنتِ بتبقي حنينة عليها إزاي. صدقيني والله دي برضه حتى لو طباعها وحشة، فهتلاقي أنتِ ممكن تصحّي فيها الحلو، أنتِ ممكن تعامليها بنتها. ولو معاها بنات وشايفة إن هُم جايين عليكِ، حاسة إن دنيتِك، والله لو أنتِ عاملتيها كويس هتلاقيها بالنسبة لها أنتِ أحسن من بناتها، وهتحكي لِك وهتبقى قريبة منِّك. ويمكن ناس كتير أوي بتسمعني دلوقتي وعارفة الكلام اللي أنا باقوله، وناس تانية هتنتقدني وتقول لي لأ، أنا مهما أعمل معاها هي مش كويسة. لا والله، لو مش كويسة فهتاخدي أجرِك عند ربنا. ما تقوليش في حقها كلمة وحشة، وما تقوليش في حقها حاجة تزعّل ابنها منها اللي هو المفروض جوزِك. كل كلمة بتنطقيها هتتحاسبي عليها، وحياة ربنا مسيرِك تكبري، ومسيرِك يا مرات الابن هتبقي حما. اللي أنتِ هتعمليه هيعود لِك، زي ما أنتِ كده هتحبي إن هي تبقى أمّا تكون عندِك ابن كده تحبّي مراته مهما تعملي أو تحسّي إن أنتِ غلطة منِّك، تحسّي إن هي زعلت وأنِّبتِك أو شتمتِك أو بهدلتِك، أنتِ هتبقي في نفس مكانها. اللي أنتِ قلب أختِك ما ترضيهوش على نفسِك ما ترضيهوش على غيرِك. دي أم برضه قامت وسهرت وتعبت وربِّت وكبّرت. اللي أنتِ شقيانة فيه النهارده وشغل بيتِك اللي ما بيخلصش ده، ولمّا بتيجي بالليل تنامي زي القتيلة كده على السرير ما بتصحيش إلا تاني يوم، هي برضه عملت نفس اللي أنتِ عملتيه ده. هي كل ده مرّت بيه ويمكن أكتر كمان، يمكن عيشتها كمان كانت أضيق منِّك، يمكن عيشتها ما كانتش فيها الحاجات اللي أنتِ بتقدري تجيبيها دلوقتي، وكانت حارمة نفسها عشان الراجل اللي هي المفروض إن أنتِ عايشة معاه ومتجوزاه ده. فعامليها بما يرضي الله، مش أقل كلمة تقومي لها عليها وتقولي لها لأ أنتِ عملتِ ولا أنتِ قُلتِ وأنتِ، لأ عدّليها، فوّتي واضحكي، والله أمورِك هتعدّي وبيتِك هيمشي وهيبقى مليان بركة وخير. والله، والله، والله عن تجربة شخصية وعن كلام أمي وجدتي ونصايحهم ليّا، كل ده اللي أنا باقوله لكم، كل اللي أنا باسمعه سر بيتِك ما يطلعش. حماتِك قالت لِك كأنها ما قالتلكيش، دي أمِّك مش حماتِك. فالناس الأُصلا، الناس اللي بيعرفوا يعني إيه أم، هم الناس اللي بيتكلموا.
انت يعني حاولي ان انت على قد ما تقدري قسما بالله تخلي الست دي امك التانية. يعني ربنا خلقك بأمين، واحدة ودتك لبيتك، ده هي دي الأساس، هي دي اللي هتفضل معاكي ولعيالك، هي دي اللي لو انتي طبطبتي عليها كده وكنتي كويسة معاها هي دي اللي هتبقى لك، أيا كانت طباعها، أيا كانت لسانها طويل عليكي، أيا كانت تحسة إن هي غلط. عارفة إن انتي لا حاسة إن انتي زعلانة منها قوي، خدي جنب كده من غير إساءة، من غير قلة أدب، من غير لسانك ما يطول، من غير ما تقلي من جوزك، عشان الحاجات دي بتقل منه هو، لأن هو المفروض دي أم هيتحاسب عليها. أقل كلمة انتي بتعمليها مش عايزة تعملي لها حاجة وحاسه ان انت الموضوع خدمتها تقيله عليكي، اعتبريها ذكى عن صحتك، انت مش مطالبه ان انت تخدميها، بس اعتبري ان دي امك وست كبيره، هتعملي الحاجه ما تستنيش مقابل، ما تستنيش ان هي تديك مقابل للحاجه دي، ما تقوليش انا عملت وما تمرش فيها، لا صدقيني اعملي لله، وسبحان الله اللي فيها لله ما بتغرقش. عاملي ربنا، ربنا هيديكي من وسع، وهيديكي سبحان الله حاجة انتي ما كنتيش تتخيليها والله العظيم، وهيجبرك جبر انتي ما تتخيليش، والله هيجبرك جبر يعني انتي تتعجب ليه اهل السماوات والارض، وعمر ربنا ما يحطك في ضيقة، وهيفضل دايما واقف معاكي. عارفة ليه؟ عشان خاطر انتي رعيتي ربنا، ورعيتي ضميرك، ورعيتي بني ادمة شقيت وتعبت ايا كانت ظروفها ايه، وايا كانت هي بتعمل ايه، سيبيها حسابها عند ربنا، مش انتي اللي هتحاسبي لها، هي اللي هتحاسب لنفسها. حاسه ان انت نفسيتك تعبت واتخنقتي واتضايقتي، خلاص انا بحاول اخد جنب كده بالراحه، صباح الخير صباح النور، وبعمل لو انا قاعده معاها بعمل شغلانتها او بعمل حاجه من غير كلام سكات، حبت تنكشك وتتكلم معاكي ارمي ورا ظهرك، ارمي السواد اللي في القلب، وارجعي كده صافيه وبيضه وقولي خلاص مفيش حاجه، واضحكي وهزري، ما تفضليش مكشره في وشها. صدقيني في ست لما بتخش كده مجرد يعني لما تعملي كل حاجه ومجرد ان انت كشرتي في وشها تحسي ان كانك انت ما عملتيش حاجه، وتقول ده متضايقه مني وده متضرره مني، وتلاقي بقى ممكن في ناس تانية لسانها بيطول. فما حاولي انت على طول تبقي مبتسمه، حتى لو هي زعلانه ومكشره وبتتخانق انت خليكي مبتسمه واضحكي. بصي والله والله انا حماتي بتقول لي ان انت بارده وما عندكيش دم، وانت وببقى بضحك، خلاص عادي قولي اللي انت عايزاه، ودي مش قله كرامه مني، لا ده تربيه انا متربيه عليها، عارفه ان قدامي دي مهما تقول انا مش هرد عليه، انا بضحك كده يعني بحاول افك اللي هي الجو اللي هي عاملاه، بحاول افك النكد والضيق، لكن مش معناه ان انا ما عنديش كرامه او معناه ان انا ما بزعلش، لا بزعل، بس مجرد ما بضحك كده وهي خلاص هي بتروق وبتهدى وبتحس ان هي خلاص. صدقيني والله عامليها يعني عامليها كويس لله، مش ليكي ولا لنفسك ولا لأي حد، عامليها ما تستنيش مقابل، عامليها لوجه الله. والله اسمعي كلامي وجربش، حسيت ان انتي الدنيا كويسة معاكي ادعي لي دعوة حلوة من قلبك كده وقولي ربنا يسترها عليها وربنا يديها على قد يا رب ما بتقول لنا كلام كويس وبيحاول يساعدنا في اي موقف احنا فيه. متنسوش تحطوا لايك للفيديو، استودعكم الله.